10 توابل بتحب الزيت، والتابل رقم 4 فعلًا مهم. أولًا الكمون الزيت بيطلّع نكهته وريحته القوية، ويا سلام لو أنتِ بتستخدمي كمون أخضر بلدي مصري. الكزبرة الناشفة تتحمّص في الزيت، فعلًا بتدّي ريحة وطعم. الشهقة بتاعة الملوخية أكيد مش ناسياها. فلفل الأسود بنحطه مرتين، مرّة في الزيت والمرّة التانية في الرشة النهائية قبل الأكل. وعندنا الشطة الحارة لمّا إحنا بنستخدمها في الزيت بتقلل من الحرارة بتاعتها وبتفتح طعم الشطة. وعندنا البابريكا، وبالأخص البابريكا المدخنة، الزيت بيبرز لونها وطعمها وبيخلّي ريحة الأكل لونه وطعمه مميز جدًا. الكركم بيدوب في الزيت وبيدّي لون ونكهة حلوة جدًا، والقرفة العواد بتتحمّص في الزيت وخصوصًا في الأكلات الشرقية. الحبهان الزيت بيطلّع ريحته العطرية، والقرنفل كمية صغيرة في الزيت بتدّي عمق للطعم. كمان الورق اللوري بيتحمّص في الزيت بس قبل إضافة التوابل والمكونات. أهم حاجة في وقت التحميص إن أنتِ التحميص يكون تحميص خفيف، والزيت يكون بيغلي أو يكون درجة حرارته سخنة، عشان لو الزيت طوّلتِ على التحميص بتاع التوابل أو أنتِ بتحطيه قبل ما تنزلي بالبصل، التوابل هتتحرق وهتدّي ريحة وطعم مش حلوين، وهتمرّر الأكل بتاعِك. وأنا أحمد شاكر من نوفيتريد باقدّم لِك محتوى عن التوابل والمواد الغذائية. لو مهتمة بالموضوع تابعيني.